في يعني المصريين انتوا ناويين تشمتوا فينا الاخوان، ناويين تشمتوا الاخوان والجماعات الارهابيه في مصر. هسمعكم البيان ده ولو ده راضيكم، الناس اللي شاركت في 25 يناير و30/6 وفي الاستفتاء ونزلتوا بالملايين وقلتوا عايزين نعدل مسار مصر وننقذها ونرجع ارضنا تاني لينا. هقرا لكم البيان وهسيبكم لضميركم. البيان من التحالف الوطني المطلق، يعني او اللي بيسموه دعم الشرعيه ودعم الانقلاب، الدعم للاخوان، بيقول بشان استجابه المصريين الاحرار الواسعه لواجب المقاطعه في بدايه مسرحيه رئاسه الدم، تابع التحالف الوطني لدعم الشرعيه ورفض الانقلاب مقاطعه المصريين الاحرار الواسعه لاجراءات رئاسه الدم مع بدايات المسرحية الهزلية بالتوازي مع حشودهم الثورية الغاضبة المنتشرة في كل مكان. لا كفاية يعني كفاية. أنا أصلا عايزة أكمل علشان المصريين اللي قاعدين ولسه ما نزلوش يتفرجوا بيعملوا في مصر إيه. أنا عايزة يعني مش عارفة أقول لكم إيه. إحنا متشكرين ليكم قوي ان انتم بتنفذوا اجندات اخوانيه بالظبط، ان انتم مصرين ترجعونا تاني لمربع صفر، انتم بتبيعوا البلد للاخوان الارهابيين، انتم بتضيعوا بلدنا وبتضيعوا اجيال جايه. ضيعوا نفسكم انتم براحتكم، كل واحد له مطلق الحريه يعمل في نفسه اللي هو عايزه، لكن مش هنسمح لكم تضيعوا اولادنا وتضيعوا بلدنا اللي ما اعتقدش ابدا ان انتم منها. انا ما اعرفش الشباب اللي عامل لي نفسه ثوري ومقاطع، اللي مسمين نفسهم ساعات نشطاء وساعات ثوريين وساعات مش عارفه، ما فيش حاجه اسمها كده يا جماعه. في فرق ما بين معارضه النظام او معارضه القرارات اللي بتتخذ على ارض الدوله وهدم الدوله. في فرق كبير جدا من الحريه وبين اساءه الادب. انا مش فاهماكم، انتوا بعتوا مصر وبعتوها برخيص. انا مش فاهمه انتوا ازاي بتعملوا كده، انتوا بتخدموا عليهم، بتخدموا عن الاخوان، ولا انتوا مش عارفين انتوا عايزين ايه ولا ايه؟ انا مش قادره وبين ضميره، يعني هو بينضم كده للجماعه ان وجد ضمير اصلا يعني. طب بلاش، طب لو انت مش عاجبك المرشح سواء المشير عبد الفتاح السيسي او مش عاجبك السيد حمدين صباحي، انزل ابطل صوتك اهو. برضو بالنسبه لي مع انها يعني مش حلوه، بس انت عملت اللي عليك، نزلت وقفت في الطابور، وبالنسبه لي انت رقم مؤثر في حياة كل المصريين اكيد، حتى لو ده مش عاجبه. رقم الاصوات الباطله في النهايه هيدي مؤشر للرئيس القادم، هيعرف بالزبط. ان في مجموعه مقاطعه او في مجموعه متحفظه على ما يحدث، هيبتدي ان هو يبدا بيهم. مفيش مشكله، لكن انت كده انت بتبيع البلد.